الاهلي بيفوز بشق الانفس على فريق حرس الحدود. وهنا سؤال مهم بالنسبه للاداء: عماد النحاس يلعب مباراه القمه، ولا لو وصل مدير فني اجنبي من الطياره بشنطه هدومه على الملعب ينزل يشتغل وهيقدم اداء احسن من كده؟ لانه صدقني عمره ما هيكون اسوأ من الاداء اللي احنا بنشوفه ده، الاداء اللي مش مفهوم من كابتن عماد النحاس اللي بيلعب لعب تقليدي جدا، مباشر، لعب طولي او عرضيات. طولي جه منه الجون الاولاني وضربه الجزاء بتاعت ياسين مرعي، حتى الجون الثالث اللي يعتبر اختراق هو كل الحكايه انه مهاره من احمد رضا، اللي كل الدنيا لما شافته استلم الكوره قال ده اكيد هيلعب ار2 في البعيده. كل الدنيا ما عدا هو الوحيد اللي قرر يلعبها في العمق. ليه؟ واحد زي تريزيجيه اشتغل فيها كل المدافعين. تريزيجيه حط الكوره في البعيده، جت في العارضه، ردت في جسم ياسر ابراهيم وسجل الهدف الثالث اللي كسب بيه النادي الاهلي وطلع من الترتيب لحد المركز الرابع في الدوري. ولسه اصلا يعتبر ليه ماتش كان هو كان بيلعب باي، فمع الزمالك لما يلعب فهيبدا ينزل في الترتيب او الفوارق هتقل شويه. في نفس الوقت زي ما قلنا عماد النحاس، هو ليه عماد النحاس المستوى كده؟ مع ان عماد النحاس بتاع نهايه الموسم الماضي كان المستوى غير وكان افضل، بس كل الفرق انك انت بتلعب بكابتن عماد النحاس وقلت له خلاص الدوري راح. وفعليا كان الاهلي فقد الدوري او فقد الامل انه ياخد الدوري خلاص، فبدا يلعب بدون اي ضغوط. فالرجاله لعبت بحماس، لعبت بس لمجرد ان يبقى الشكل حلو فقط لا غير. فمباراه جابت مباراه، بيراميدز كمان بقى يقع مباراه ورا الثانيه، هوب لقى نفسه كسبان الدوري باداء ما كانش فيه جمل تكتيكيه لكن فيه روح وشخصيه النادي الاهلي في الضغط من قدام ومحاوله انه يجيب جول وبعد يجيب جول يجيب الثاني، ما كانش بيرجع لورا زي ما كان واحد زي مارسيل كولر بيعمل. في نفس الوقت لعب زي ما قلنا بلعب طولي وعرضيات. الطولي جه منها الهدف الاول وضربه الجزاء الثانيه، والعرضيات من ناحيه محمد هاني او الناحيه اليمين وناحيه طاهر، ايا من كان بيلعب في الناحيه دي كلهم بيلعبوا عرضيات. ليه؟ السبب يرجع لان مفيش جناح انسايد وينجر في الناحيه اليمين، يعني مفيش جناح بيلعب بشماله يضم القلب الملعب ممكن يخترق او ممكن يعمل اي حاجه جديده غير انه يعمل عرضيات، انما كلهم على يمينهم ويبدا يلعب لبره ويلعب العرضيه. ما عدا واحد بس لما نزل غير الشكل في الجبهه دي مع انها مش جبهته، هو واحد زي احمد عبد القادر. احمد عبد القادر لما نزل رقص واحد ورقص الثاني وعمل كوره عرضيه على البعيده لاشرف بن شرقي فقط لا غير. كوره رايحه له باسمه، لا في مهاجم تاني يقدر يحصلها ولا مدافع يقدر يطلعها ولا حتى حارس المرمى يقدر يقرب منها، لانها معموله بمقاس وبمسطره مزوره ما فيهاش الهزار. الكوره رايحه له لولا ان اشرف بن شرقي تعامل مع الكوره بشكل فيه استهتار حبتين وعدم تعامل بشكل فعلا يعني ما اعرفش ليه عملها كده. اما الجون الثالث زي ما قلنا احمد رضا هو يعتبر مهندس الجون كله، هو اللي سجل الجون بنسبه 90%، هو اللي عمل الجون. غير كده كمان بالنسبه لحرس الحدود، حرس الحدود نزل لعب بشكل تقليدي عادي جدا كالعاده بتاع النادي الاهلي. في اي وقت اخترق ناحيه اليمين، مش هنفكر كتير، مش هنشغل دماغنا، هنلعب يا اما الطوليه وناخد الكره الثانيه او العب على الجبهه المضمونه بتاعت النادي الاهلي. محمد هاني اليمين العب في ظهره، راح جابوا الجون الاولاني من كوره محمد هاني، الكوره كانت بتاعته ما عرفش يحجز وبعد كده زحلق وعمل تاكلينج غريب شويه يتفوق على التاكلينج اللي عمله قدام بالميراس. وفي نفس الوقت الكره اتعملت عرضيه على محمد حمدي زكي اللي سبق المدافعين كلهم وخلاهم في ظهره وحط كره غمزها في الجون. غلطه محمد هاني، غلطه اثنين مدافعين كانوا بيتفرجوا عليه والراجل سبقهم. اما الهدف الثاني الحرس هو برده من كره ثابته ركنيه اتعملت ركنيه، والكره كان مع المدافع او كان مع المهاجم كان طاهر محمد طاهر. اللعيبه اصلا تمركزاتها كلها كانت غلط، وفي نفس الوقت طاهر محمد طاهر كان بيدافع تقضيه واجب، تحس ان هو انا جاي موجود ومعاكم ان شاء الله فقط لا غير. فالكره دخلت جون في اقصى الزاويه بتحك في العارضه، ما يستاهلش عنها واحد زي شوبير. غير كده كمان خط دفاع النادي الاهلي فعليا صعب. خط دفاع النادي الاهلي فيه مشاكل يعني من هنا لحد السنه الجايه اتكلم. الاهلي داخل فيه حوالي 8 اهداف في 7 مباريات تقريبا، ودي نسبه ما كانتش بتحصل في حياته. يعني الاهلي كان ممكن في الموسم كله يخش فيه 7 8 تجوان دي كلها او 10 تجوان، فاهمني؟ فالموضوع صعب. غير كده اللياقه البدنيه ويسال عنها المعد البدني الصاروخ اللي كان مع ريبيرو، اما انك ما كنتش بتعمل احمال بدنيه ولا معسكر واعداد في الاول، او انك انت عملت اعداد بدني زايد عن اللزوم وحمل زايد على اللعيبه، فهتلاقي الاصابات اللي انت شايفها دي كلها اصابات عضليه، والناس قاعده زي زيزو زي قفشه وبن رمضان وغيرهم ناس كتير ما جاتش او ما بتلعبش بسبب الارهاق
البدني. اما تريزيجيه قدم ماتش باهت حرفيا، لانه كان خايف من الانذار اللي ياخده وخايف من انه يصاب ما يحضرش مباراه الزمالك. شريف مش موجود بالمره، ولازم جراديشار يكون موجود في هدف عمله بصراحه. اميز ما فيه انه بيلعب السهل الممتنع، ما بيفتيش، بيلعب السهل البسيط، بيسلم الكره صح، بيستلمها صح. اللي الشاط اللي لازم تتباصى، ما كانش بيفتي في اي حاجه. غير كده انت بتتكلم عن ان هجوم الاهلي ما فيهوش غير واحد زي بن شرقي، تريزيجيه، جاي بقى عبد القادر، والباقي كله بيحاول يأدي اي حاجه، زائد خط دفاع. فبعد خط الهجوم ده وخط الدفاع ده اللي ما بيعملش اي حاجه، انت عايز تكسب ازاي؟